اصلا صوتي طالع دلوقتي ولا مش واصل لكم اصلا؟ بس انا بحاول يعني اطلع لكم. المفروض تبقى الصبح، بس تقريبا راحت عليهم نومه، فجايبين لنا لوحدنا الساعه 5:30 تقريبا ولا 5:30. فاحنا دلوقتي مستنيين اصلا يرسلنا البيتش باجي عشان نطلع. احنا فككم من القرف اللي انا عامله في راسي دوت. احنا دلوقتي قاعدين بنلف ونشوف، وتقريبا احنا 6 بس اللي هنطلعوا، لان مش عارف هل احنا VIP تو ماتش على اساس ان احنا نطلع لوحدنا يعني ولا ايه. بس برضه هحاول انقل لكم يعني حته البيتش باجي، يعني هحاول اثبت الموبايل في اي حته يعني. نشوف بقى هيظبطها ازاي، ونشوف هنلف البتاع اللي فوق راسي ديت ازاي، واستنوني بقى لحد ما اجي. يلا بينا هنطلع ده بعد ما لفيناها. طبعا انتوا مش سامعين اي حاجه. لا كفايه كده. لا يلا بينا اجهز الموبايل بقى. هو ازاي ينقذ غرز؟ دخل في الجبل يا صاحبي. دخل الجبل من اوسع ابواب. كنت بحسب ده اللي انا دخلت فيه. يا عم لا، ده دخل مع الجبل. الراجل جاي بيقول لي انت السبب، انت اللي خليتني اخش. ما هو نفس الكلمه بس عملت عبيط. اوعى يا عم، انا دخت مره واحده نفسي وش الجبل. دخت تركب تسوق. لا تمام. مع ان مش محتاج الحبل. سبايدر مان do whatever spider can. لا خلاص مش قادر، كفايه سبايدر مان النهارده. هطلع لكم فوق الجبل شبه الناس اللي فوق دي كده. لو وقعنا من هنا مش عارف محصلش حاجه. هناك البيتش باجي اهو. بص لسه في دفعه جايه هناك اهي. احنا طلعنا كل ده. اوف الوقت الموبايل مش عارف هعمل ايه بعد كده عشان انزل. يلا دي واحده نزول بقى. نزول هيبقى زحلقه. يلا هيبقى الزحاليق اللي هاخدها دلوقتي. ايه يا عم تنزل عادي يا عم، في ايه يا عم؟ اوفر الدنيا دي يا عم. اي سبت اوبا. بس ما بسيطة اهي زي ما قلت لكم. ويا اللي دخل في الجبل. انا دخلت في الجبل بس الجبل سليم. المفروض كان في كوباية شاي بس اتشربت. راح فين؟ على ميمز كتير قوي. حبيبي يا صاحبي احلى كوباية شاي. الف انا صاحبي. بص خلاص خدها وان شوت حرفيا. ما بيهزرش. ازاي يا عم؟ ده لسعت لي بقى. ما بيهزرش مع الشاي. انت اللي بتسعى من الشاي. ممكن اطلب منه شاي تاني؟ هي وان واحده دفعته 20 جنيه. ليه بقى؟ جبل. ليه؟ ما دفعتوش؟ ليه انت بتدفع؟ المفروض بتدفع. او مين اللي ضحك عليك؟ ما فاتت دفعنا احنا دافعين. انت دفعت. ما دفعتش. ما علينا، نستنى لحد ما نرجع تاني بقى بالبيتش باجي. ويلكم باك من طابة. انا كنت المفروض اصور لكم قبل كده بكتير قبل ما ندخل على طابة اصلا، لكن كان بقى فيه اللي هو ايه كماين بقى وبتاع، فما كانش ينفع اطلع الكاميرا اصلا، يا اما هنتاخد امن دولة ولا مش عارف هنتاخد ايه بقى. احنا دلوقتي وقفنا على حرف الطريق
زي ما انتم شايفين كده، وهنطلع هنشوف القلعة بتاعت مش عارف صلاح الدين ولا مش عارف قلعة ايه ديت، قلعة في وسط البحر كده في سينا. فاحنا دلوقتي طالعين على الجبل، مش جبل يعني، حتة هضبة. انا عايز اوريكم المشهد اللي ورايا ده. هنطلع على هضبة كده عالية شوية، هنشوف القلعة من بعيد، هنتصور معاها من بعيد برضو. المفروض في فنادق هنا يعني، في طابة الحاجات ديت في فنادق، وهناك برضو في فنادق. بقول لك ايه، صور براحتك بس حاول تهدي الكاميرا دي محدش يشوفك. انت فاهمني؟ لان الكاميرا في تصريح ليها ومش تصريح، ووجع دماغه خايف. اوكي تمام. مش عارف هو ايه اللي وقفنا في نص الشارع هنا، في كافيتيريا الفيورد. احنا مش عارفين برضه هي فين الكافيتيريا، بس ورا هنا في زي خليج كده او بحيرة، بس المنظر تحت تحفة. يعني انت لما تبص تحت هنا تحس اكن في ناس عايشة تحت هنا، يعني دي حياتهم مرتاحة قوي الصراحة. يعني كان نفسي عايش العيشة دي، عيش الذهب يا يعني. صاحبي ممنوع التصوير يا صاحبي. يا صاحبي ماشي، نقفل بقى، الجو حر، نرجع العربية. واخيرا يا شباب، بعد 3-4 ساعات في المشروع او في العربية او في الميكروباص، وصلنا نويبع. انا مصدع وعايز انام، وحاسس ان انا عايز انزل ابلبط في المية دي، بس نريح شوية، ممكن ننزل بعدين. يا جماعة البحر اتشفط، تقريبا كان واصل لحد الحتة دي كده، مش عارف ايه اللي جراله، والدبان هنا مستفز. بس بصوا الجرم المشرق، كلبوب مرهق. باي ذا واي، كنت عايز اصور لكم الاكل، لكن ما اظنش ان هو مش هو اكل عادي يعني. هوريه لكم كده يعني، بس يعني شويه حته فرخه على شويه خضار على شويه رز. مستحقش الصراحه ان انا اصورها وادي رايي وبتاع، يعني مجرد اكل يعني. احنا حاليا خلاص الانرجي خلصت، فنستنى بقى لحد ما نرجع للاوتيل، ولا نرجع الأوضة، ولا أيا كان اسمه ايه. نشوف بقى بالليل هنعمل ايه بقى، هناكل ايه بقى. فبس استنى بقى. هاي، خلصنا جولاتنا الصباحية، ركبنا البيتش باجي، خلصنا نويبع، شوف لنا حاجة بقى ناكلها. المرة دي ندور بقى على حاجة تشاينيز، حاجة فيها كده سويت اند ساور، حاجة فيها ترياكي صوص، من الحاجات اللي نفسهم يجربوها ديت. المشكلة بقى اللي هم ايه، ناس يعني مش فاهم انا ايه الرخامة دي. بقول لهم تعالوا نركب عجل، يقول لي لا يا عم احنا عايزين نمشي، عايزين نتفرج على الحاجات اللي حواليها بتاع. كان نفسي اركب عجله كده واخدها جري واقعد اخبط في الناس بقى واكسب سكور، بس هو تقريبا ما فيش نصيب. بس احنا برضه هنروح تاني لللايت هاوس، نفس المكان اللي احنا رحناه بتاع الفرايد تشيكن، اللي هو دي اف سي، المطعم بقى اللي جنبه اللي انا قلت لكم هنجربه في يوم ما. احنا رايحين دلوقتي، ممكن نجرب برضه المحل الايطالي اللي قدامه دوت، يعني على الاقل نغطي اكبر عدد من المطاعم، علشان خلاص فاضل لنا تقريبا يوم ونص، يعني يوم وكام ساعة نمشي. كلاب هنا كتير بس شكلهم كيوت. كيتشن اكسبريس تشاينيز، اي جانكينج. صاحبي هو انت جاي تقعد مع الموبايل؟ بيقفل ديلز مهمة، ديلز من 2 جنيه ونص. ناني؟ お前はもう死んでいる。 طلبنا 3 اطباق، تشيكن سيشوان وتشيكن ترياكي، واخر واحد كان اسمه سويت اند ساور، اسهل واحد يعني، اسهل واحد نسيت. السيشوان هو اللي سويت اند ساور، لكن في سين سبايسي كده ميديوم، والترياكي طبعا صوص ترياكي، وسويت اند ساور طبعا سويت اند ساور، يعني حاجه بيزك في البيزك. كل اطباق عامه بيجي معاها ستيمد رايس، بس احنا غيرنا بقى، جبنا حبه نودلز حبه فرايد رايس كده، على اساس ان التجربه ما تكونش ممله يعني. اتمنى الاكل يكون بيخلص بسرعه، علشان ممكن بعدين نروح اسينور اللي هو في الوش دوت، نجيب لنا مثلا بيتزايه ولا مكرونايه ولا اي حاجه، لان في العادي اصلا الاكل التشاينيز مش بيشبع قوي يعني. التشيز وان ايه ده خضار ده بتكون فرايد تشيكن فرايد، حطيت عليها صوص سويت اند ساور، بس بيكون سبايسي شويه، جامده بس صوص خفيف قوي. الفرايد رايس بالخضار
نايس، بس التشاينيز اللي كان عندنا في اسكندريه احلى بكتير. خلينا نجرب الترياكي. الترياكي احلى من اللي عندك، كفايه التزويق اللي هو عاملها. سويت اند ساور تشيكن. بقول لك مش عاجبك؟ لا تمام كله زي الفل. لحد دلوقتي الترياكي احلى. نورلز. الطبق ده مش عايز يخلص ليه؟ انا زهقت. معايا خضار. قاعد باكل في خضار وجزر وبروكلي. انا لو فيجن مش هاكل كل ده. نجي لكم بقى في المطعم اللي جاي. خلصنا الاكله الصيني، ممكن نديلكم رايي على السريع. هو طعمه حلو، اسعاره كويسه، البورشن كويسه برضو، بس تحس اللي هو ايه، بورشن كتير فبتمل. عارف اللي هو انا خلاص بقى يعني خلاص اكلت من البتاع ده كتير لحد ما زهقت. حاسس اللي هو يعني مثلا ايه، انت تاكل منه حبه وخلاص يعني كفايه، دور لك على حاجه تانية تعملها. احنا دلوقتي في اللايت هاوس. هي الاضواء لذيذه، القعده لطيفه، بس احنا مش لاقيين حته نقعد فيها. القعده رايقه بس الجو غريب. هو ده اللي اسمه برجر اللي بتقول لي عليه؟ صاحبي التاني عليه ناس اكتر. ده الراجل مش موجود، حتى الراجل ساب ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ بتهاجم الناس كده في اكلات. في ايه يا عم؟ شايف صاحب القعده الرايقه؟ اوه لا ما طب ما تيجي نقعد قعده رايقه. بص في قعده هنا حلوه. احنا دلوقتي احنا فين؟ ايه ده؟ مكان ضلمه. عرفت فين؟ انا اتعميت. روح يلا صاحبي. الكائن الاسود. هو انا اللي ما جبتش الفلاش معايا. كان نفسي نحجز مثلا اوتيل هنا مثلا. تشيكن مسله. الكاميرا مش شايفاني اصلا. مش مشكله، بنشاركهم الحاجات اللي مش باينه. مكان مهجور. فضلنا ماشيين بقى. بص احنا مشينا كل ده شايف القعدات الرايقه. عشان تقريبا انت رايقه بالنسبه لك عشان ببلاش. احلى قعده رايقه دي. Cat never eats, and then cat actually cat hears her, and then هي شاربه وقاعده بتحكي تقريبا. ده حكي باشا don't be judgmental. being judgmental. صاحبي انا اكتر حد جادجمنتال في الدنيا. judgmental is a fucking shit. مش عارفين احنا فين اساسا. احنا كملنا طولنا زي ما كنا رايحين كده، لسه ماشيين زي ما احنا. في فنادق هنا فخمه جدا. لا احنا كملنا طولنا مكملين بقى المره دي بنكتشف. بس يعني. اكيد طبعا مش احنا اللي هنقعد فيها يعني. لغايه اما كلها كافيهات بقى، بيوت هنا، كافيهات في الوش ماشي بقى وبحر. يلا. وبصراحه برضه احنا مش عارفين السكه اللي احنا ماشيينها ديت رايحه بينا على فين. رجعنا لكم تاني، رايحين على نفس الفنار ولا المناره. كل حاجه تفصل شحن دلوقتي، فنحاول ان احنا ننجز الموضوع بسرعه. 3 دقايق وهنكون وصلنا. يا رب بس يكون لسه فاتح. احنا رجعنا تاني لنفس النقطه اللي احنا كنا فيها عند اثينور او عند التشاينيز فود دوت. بس هنجرب بقى مطعم السماش برجر اللي على اول الشارع عشان شدني الصراحه. هي رب يكون لسه فاتح. ياي فاتح. هلو اجين. المايك طبعا عملها معايا وفي الغالب قرب يفصل، والبطاريه قربت برضو تفصل، فانا مش عارف هعمل ايه يعني. فان شاء الله هنحاول ايه ننجز كده في السريع يعني. بصوا انا لقيت مطعم اسمه تراي سايكل. ده بيعمل سماش برجر، بيعمل تشيكن برجر، بيعمل برجر عامه يعني. انا كان نفسي في سماش برجر، بس هو الصراحه اقنعني بحوار تاني خالص، اللي هو برجر العادي، قطعة اللحمة، وممكن مثلا يخليها محشية جبنة بتاع الكلام دوت. فهو أغراني يعني، قال لي قطعة اللحمة بتبقى محطوطة على الفحم وبتبقى محشية جبنة وحط عليها صوصات وبيف بيكن ومش عارف ايه وبتاع. فحسيت الموضوع فيري انترستنج الصراحة، فكست الحوار السماش برجر. مش عارف، ممكن لو عجبني ممكن اديها واحدة سماش برجر بعده. مش عارف المايك اصلا هيسمح لي ان انا اعمل كل دوت ولا لا. بس انا عندي شعور ان هو ورثت، عندي شعور ان هو هيبقى كويس. يلا بينا. فاينلي بعد نص ساعة او تلت ساعة او مدة طويلة مش محدد الصراحة قد ايه، اكل وصل اخيرا. بس شكرا. ده البرجر بصراحة شكله ورثي. مش بقى دبانة ايه بوظت الشوت. شكله ورثي وميسي كده. بطاطس متبلة مبهرة،
مفيش اي صوصات جنب الاوردر، لكن شكله كويس. لو عجبني ممكن اطلب واحد تاني. ادي بقى لاصدقائي اللي معايا في الاوضه، لان هم برضو كان نفسهم في برجر. اتمنى اللي هو يعجبني يعني، واتمنى المايك يكمل معانا لحد اخر الشوط. انا بحب اللينس ده قوي. قول لي ليه بقى؟ عشان مش مبين اي حد من ورايا. كان زمانكم دلوقتي شايفين كل الناس اللي قاعده بتحفل بقى وقاعده بتبص في الكاميرا وبتعمل كده وبتاع. توابل البطاطس فيها حته سموكي كده، مش عارف جاي من ايه. خلينا نجرب البرجر. مش كده شكله عامل ازاي؟ واو، شكله سينمائي جدا. يلا بينا، بسم الله. جامد بصراحة، عجبني. بصوا القطمة اللي جوه. البرجر ممكن يكون شكله صغير، لكن هو مليان جدا. بحسب اللي هو مثلا هيخلص في 3 قطمات ولا 4 قطمات. لا بس هو حلو. فعشان تحسبا لو الكاميرا فصلت ولا حاجه اعرفوا ان انا طلبت واحد تاني من دوت تيك اواي. حاليا احنا رايحين مش عارف فين الصراحه، ابو لاجون او مش عارف اسمها ايه. هي حته كده هنروح بلانش، ومن اللانش هننزل على شط. من الشط هنركب عربيه، العربيه ننزل على الشط تاني. مش عارف بقى، خلينا مع بعض كده ماشيين. السوبر ماركو دوت اغلى من حياتك. السوبر ماركو ده اغلى من حياتك. الشاي ب 50 جنيه. امال الصحبه بكام؟ صاحبي السنه اللي فاتت البتاع ده كان طابور ابن لذينه. حلو كده يعني النهارده؟ اه ممكن تكون مبسوط، بس صعب وانت لو عملت جنب باك فليب على الفور دي، يعني تاخد واحده هيد شوت في دماغك مثلا تقع تموت. عارف البطيخه لما ترميها على الارض؟ بالظبط، ده مخك. طلعت قرعه. طب يعني وبعدين؟ ما لسه بيركنوا بقى ساعة فيكتوريا. بس من جوه. اوكي، شارع ابو قير يعني. يلا بس السواق بيقول لنا نقعد فين عشان بيظبط وزن المركب. لا تعالوا بينا على ليبيا. وانا صعب تتصبر في ليبيا اسبوعين، تروح في حته كده في نص الميه تنزل تستخبى بقى جوه، ويعديك في كونتينرات ويرميك في نابولي. انا دفعت 240,000 عشان اطلع الرحله دي. يعتبر يرضيني. انا اللي بقيت لا هو عايز يبقى في ايطاليا حلوه. بقول لك ايوه كده ويد ولا حاجه، ويد هيدا ايه سموكه حلو. لا شوف، هو ما يعرفش اللي ده طلع في الفيديو. مين؟ قال لي يا صاحبي معانا سموك هيدرو. معانا سموك وهيدرو ونسوان وليله سودا. قال لي لو عايز عندنا حلو شايفك انت بتودي. امال ما قاليش ليه؟ ايس كريم هيدرو عارف يا راجل. ايه قاعد تفضحونا؟ ده عبيط ده. ما ينفعش تتكلموا، انتوا لازم اي مخلوق اصلا. طلقتين هم في الهيدر. اثنين تشوف واحده هجانه وواحده هنا. المفروض هنترزع هنا بتاع 5 دقايق، بعد كده نطلع للعربيات اللي جوه عشان يجهزوا عربيات. احنا جينا هنركب هنا بقى العربيات السنقل دي. مهاجرين لليبيا. دفعت 340,000 عشان اجي. المركب كان فيها كام واحد؟ كنا حوالي 55. اه ودونا ليبيا وقعدونا في هنجر، قعدت جوه كونتينر 3 ايام. اكلوك؟ طب اداني علبه تونه وقال لي نط. شعر بلاش. يا ابني الفيديو، يا ابني بوظت الفيديو. وصلنا اخيرا ابو جالوب شاطئ رملي. ننزل نقعد نبلبط. هنريح هنا شوية. في الغالب هننزل المية
اللي هناك انت ما خدتش بالك منها. بحس ان هي مش ميه حلوه. هي زرقاء وكل حاجه بس ممله قوي. انا عايز البتاع اللي كان فيها موج بقى اللي بتغرق يعني. انا عايزكم تشوفوا العبث اللي انا فيه ده. احنا بنغرق عشان تحس بشعور الهجرة وغير الشرعية. ويلكم باك في جولات الاكل. احنا حاليا في مطعم اثينور. اثينور يعتبر من اشهر المطاعم اللي بتعمل اكل ايطالي في دهب. المفروض يعني بتروح اجواء ليليه اكتر والدنيا بتبقى زحمه اكتر بالليل، لكن احنا حبينا ان احنا نجربه الصبح على اساس ان احنا ممكن نجرب حاجه تانية بالليل. هي راحت فين البيتزات؟ راحت فين المكرونات؟ هي البيتزارو بيتزاريا. انا اجيب بيتزاريا وانت تجيب مكروني، بس فكك بقى من الشrimب بقى والسي فود والقرف ده. حاجه بتعض، عايزين حاجه فيها فليفر كده وبرضه هتدفع كتير، وانت جربتها المره اللي فاتت يعني جرب حاجه جديده. انت فاكر انك قلت اصلا ان هي كانت وحشه والمكرونه انت قلت عاديه. هي دي اللي انا عايزها. وفي البيتزا نجيب فور سيزون تونه سلامي مشروم اوليف. ماشي. هل ديت بقى هتكون متقسمه 4 ولا هي كله على بعضه على الكيكه كده؟ الباقي كله بيزك، تونه بيكن تشيكن باربيكيو. فور سيزون، يلا فور سيزون لو سمحت. هو الفور سيزون هي هتبقى 4 ماشي. واحدة فور سيزون، واحدة شريمب ميديتيريان بن. الميديتيريان بن من غير صوص، تعرف كده صح؟ اوه من غير صوص. عايز حاجة بصوص ولا عايز حاجة من غير صوص؟ عايز حاجة بايت. بن ولا سباجيتي؟ بن. مشروم تمام؟ يبقى كده هو اختار ايه بقى؟ اختار 5 واحد. اللي هي شريمب سباجيتي كاربونارا. ماشي. هي ايه المعاملة دي؟ تفهم في الشنطة طب. هات من ابو اخر مصريين ولا صاحبي انا كنت ممكن اكلمه ايطاليانو. عم اثنين على فكره. تعرف تتكلم مصري ايه الاول؟ فجبنا بيتزا فور سيزون. هي بتكون 4/4 فيها مثلا تونه مشروم مش عارف ايه ده وسلامي، على اساس ان احنا نجرب كذا حاجه مع بعض يعني. وجبنا شريمب المفروض اللي هي في المنيو مكتوب سباجيتي كاربونارا، بس احنا خليناها بينا. فخلينا نبدا بالبيتزايه، شكلها سخن موحح اصلا. الحلو اللي هو حاطط من كل حاجه سلايسيه. دي تقريبا التونه لذيذه. انا بقيت مؤخرا بحب الحاجات اللي فيها تونه. سانكس تو بلال يعني، ولا خلينا نجرب الموضوع ده. مش عارف دي ايه، حاسسها بيزك جدا، ما فيهاش الا زيتون وجبنه وصلصه. خلاص نخش في اللي بعده. السلامي. السلامية كبيره. عادية جدا. اخر بيس، اخر واحدة المشروم. لا مفيهاش طعم خالص، تحس ان هي بيتزا فلات جدا. ممكن اقول اكتر حاجه عجبتني كانت التونه. نخش في الباستا كاربونارا. كاربونارا طريقه تسويتها هي اللي بتخليها او بتوحشها، لان بيكون فيها بيض، فالبيض لو استوى اوفر زياده عن اللزوم هتبقى مكرونه شبه المكرونه التاي. عارفين اللي هي المكرونه اللي بتتعمل مع البيض وتتقلب كده وتحط عليها شويه خضار. فخلينا ندوق شريمبيايه مع مشرومايه ونغرق في الصوص. هو الصوص اللي انا شايفه اللي هو كريمي، فتمام. الباستا دي جامده، بس كنا ناقصها شويه ملح لان هي مش متملحه كويس، او الخامه بتاعه البارميجانو مش احسن حاجه لان هي مش مملحه كفايه يعني. احس ان ممكن يكون في حاجه احسن من كده بكتير بتقدم بيتزات ايطاليانو في دهب يعني، بس تمام قشطه شغال. خلصنا اثينور. ممكن اديلكم يعني الخلاصه في الموضوع. ما تجيبش بيتزا، جيب مكرونات. ما تجيبش مكرونه. لا المكرونه كانت لذيذه لحد ما. الزيتون كان قليل.
المشروم كان مشروم كان ميت تقريبا. البنه ما كانتش بنه قوي. الصوص كان حلو الصوص كان حلو. والكربونارا برضو كانت حلوه، فممكن تجربوا كربونارا. بيتزا تحسها فلات كده يعني ما فيهاش اي طعم، حتى الصلصه بتاعتها مش متبله كويس، ممكن كمان اصلا ما تدوقش طعمها قوي يعني. بس دي كانت تجربه اسينور. خلينا بقى نشوف هناكل ايه في اللي جاي بقى. وده كده يكون اخر يوم في دهب. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واتبسطتوا. كنت عايز اصور لكم الصراحه مطعم تاني اللي هو اسمه مش عارف كان اسمه حاجه بحرف تي كده، تانجو، بس للاسف نمت، رحت الاقي نومه والمحل قال لي لاست مفيش خلاص تاني. فان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، ومش مهم يعني محل كتير دوت مش هأثر على الفيديو قوي يعني. وبس دي كانت نهايه الحلقه النهارده في دهب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بس كده، يلا سلام.